السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين عندي في القناة؟ اخباركم ايه؟ طبعا جمعة مباركة على الجميع، على الامة الاسلامية كلها. نبدأ النهارده بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام. في الاول بقى قبل ما نبدأ هنبدأ ان شاء الله باذن الله هنلم البيض بتاع البط. اللي عندي بط طبعا بيبدأ يبيض، تمام، وبيرمي البيض بتاعه. فانا بصحى بدري كده قبل ما يتكسر ببدا ان انا الم البيض. على فكره في ناس كتير قوي بتاكل البيض ده، وفي ناس بتبدا ان هي انا بحط في الفقاسه يعني، تمام. واللي مش مكسر ببدا افرزه واحطه بقى ايه، في الفقاسه. واللي مش مكسر ببدا ان هي ست رودي، اللهم صل على حضره النبي عليه الصلاه والسلام. ببدا ان انا احطه في الفقاسه، وبعدين اطلعه بخلال 6 أيام بعرفوا إن هو في كسر ولا مفيش. بعدين ببدأ أغليه للبط ذات نفسه يعني، وهو بروتين زيادة، تمام. في الأول بقى قلت إن أنا أفطرهم الأول وبعدين أبدأ إن أنا أنضف. حلو الكلام، حلو الكلام، حلو الكلام. طيب النهارده هديهم برضو شوية عيش على شوية رده كده، وأمورهم هترتاح يعني وكده. تمام، دلوقتي أنا بغذيهم يعني، وبشد عليهم الفترة دي لأن أنا خلاص أنا عايزاهم يسمنوا، وهبدأ أجيب مربي من أول وجديد يعني إن شاء الله. عايزة أبيع يعني منهم إن شاء الله. طيب أهو هنبدأ نرمي كده أهو، بسم الله. أهو اللهم صل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. زي ما قلت لكم تربية البط في البيت تربيته جميلة جدا جدا جدا، وهتوفر معاكي، والكلام طبعا عن تجربة، تمام. يلا بقى عشان ننجز. مش هنطول معاكم، بس ايه يلا مش مشكلة. اهم حاجة احنا عايزين بس ايه نخلص كده وعايزين ننجز، تمام. لان هو الفيديو مش طويل قوي يعني، بس عودي نفسك كل جمعة لو انت عندك شغل او اي حاجة ابدأي بقى اعملي التنظيف وكده يعني. فيديو الفقاسة يا جدعان، انا والله بصوا، مشكلة الفقاسة ان هي بتطلع لي ممكن واحدة في اليوم او 2. فدي المشكلة بتاعتها يعني. فأنا هبدأ إن شاء الله بإذن الله. هصور لكم كده نص البتاع ده، يعني أول ما تفقس 2، وإن شاء الله بإذن الله هعمل لكم فيديو كامل بإذنك يا رب. طيب هطلع كل الطيور من الفطار الأول، وهطلعهم بعدين كلهم هطلعهم، عشان بس إيه لازم برضو أنضف تحت منهم وكده. والله يا جدعان الموضوع سهل، بس عايزة أقول لكم حاجة. البنات بقى اللي بتقول ياي ومش عارفة ايه، كني بقى على جنب، لاني انا بحبهم جدا البطات دول، تمام. والرومي تربيتي يعني وكده. فاللي تفضل تقول لي ياي ومش عارفه ايه، والنبي اركيني على جنب بس عشان ايه ما تقرفيش وكده، تمام. وبعدين انا بحب الطيره يعني، كان نفسي ادخل طب بشري بيطري، بس مع الاسف ما يعني الحمد لله بحمد ربنا على كل حال يعني. الحمام طبعا عشان يلبن عياله ببدأ ان انا ادي شوية عيش، واعصر لهم اهو ليمون جميل جدا للحمام، وبالذات عشان احنا يعني الحمام احنا بناكله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. فانا ببدأ ايه بحط لهم ليمون جميل جدا جدا في عملية الهضم بالنسبة للزغاليل وبالنسبة للحمام. ليه بقى؟ ان انا الفترة دي بدي ذرة صفراء، فالليمون حلو جدا. لو عندك ليمون مفيش مشكلة، عندك خل برضو مفيش اي مشكلة. العيش جميل جدا مع الذرة، بيبقى الفرخ اهو بسم الله ما شاء الله بيديكي زغلول حلو، وبيبقى محترم بقى على الصينية معاكي، وحجم حلو ووزنه حلو ان شاء الله. طبعا في علب دلوقتي المفروض هي تتغسل، عايز تغسليها بليمون، عايز تغسليها بميه على كده، عايز تغسليها بميه برابس، ومفيش اي مشكله. اي حاجه متاحه عندك مفيش اي مشكله، تمام. شفت انا مريحه لك كل حاجه،
بسميك بقى، في بكلور، بميه برابسو، بميه ببريل، بقماشه، بخيشه، اي حاجه عندك. تمام. يلا كده هبدأ ألم معاكم الكراكيب دي. زي ما شايفين معانا اهو السطح بتاعنا هو مش معفن قوي يعني. انا بنضفه كل اسبوع مرة على حسب ظروفي يعني وكده. بس يوم جمعة او يوم خميس لازم اسيب له يوم عشان ابدأ ان انا انضف لهم وكده. تمام. نضافة حلوة قوي للطيرة معاكي، ونضافة لسطحك وكده. واو بصوا الدنيا كده كلها مكركبة. فان شاء الله باذن الله هبدأ ان انا اعمل معاكم حاجة حاجة باذنك يا رب. اهو انتوا شايفين السطح معفن ازاي، والعشش بتاعتنا برضو اهو محتاجة تنظيف برضو. دلوقتي هنبدأ ان شاء الله بإذن الله هننضف ومش هنخلي اي حاجة. طبعا فتحنا للبط اهو بيبدأ يطلع. ودي لازم توسعي لهم عشان بس على الاقل ممكن على يوم جمعة بسيب البطيات كده على الاقل ان هما يتشمسوا شوية. تمام اهو. بسم الله. ندخل كده نطلعهم اهو عشان ننضف العشة كمان. على الاقل ممكن نسيبها تتشمس شويه او من الليان اللي هي فيها وكده. بس نشوف هيطلع ولا لا. نرجع ورا شويه ونشوف البطه دي عامله ايه، اللي هي الصغيره طلعت. نشيل الكفات دي برضو، اي حاجه على الارض عندك شيليها. لازم البط يحب انك توسعي له كده. هنغسل لهم البطاطين برضو اللي انا ببدا ان انا اغطيهم بيها اهو. هنضيفها كويس. وان شاء الله باذن الله هعمل معاكم فيديو يعني لما نحن نغسل كل الفرش بتاع الطير نبدا نغطيه بيه وكده. زي ما قلت لكم دي روح هتسأل عليها ليوم القيامة، وهتناديلك هتناديلك. فانت لازم تبقي مسؤولة عليها من كل حاجة. هنبدأ كده معاكم وهنرجع كمان مرة ان شاء الله.